السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم 17 للفراخ البيضة. معكم فاتن يوسف من روتين المنزل المصري. احنا النهاردة اليوم 17 اهوت معانا. انا مجوعة الفراخ حوالي ساعتين اهوت، وهم انا حاطه طبعا مضاد السموم زي ما انتوا عارفين، زي ما انا قايله لكم. حطاه لهم هو في النهار اهوت، وبالليل هحط لهم الدواء بتاع البرد والخنفرة. اهمت معانا الفراخ. هنبتدي نحط لهم الخلطة اللي احنا هنعملها لهم النهاردة. هنعمل لهم الخلطة حلوة عشان خاطر ان هما ما يجيلهمش اسهال وما يجيلهمش اي تعب، يبقوا حلوين معانا في الفترة ديت. هنا هنشوف معانا هنا العلف اهوت. العلف زي ما قلنا ده علف متوسط، مش علف خشن قوي اهو. العلف اهو حبيته ان الفرخ يعرف ياكلها اهو. شوف الفراخ معانا، بس الفراخ لسه خايفين مني، مش جايين عليا عشان المكان الواسع عندهم. بس اللي هو العلف اهوت علف متوسط، مش علف خشن قوي. طبعا انا مش حاطه لهم علف كتير عشان خاطر ان هم ياكلوا معايا العلف كله، ما يفوتش منهم حاجه. انا عايزاهم ياكلوا الخلطه اللي انا عامله لهم دي كلها. هنا اهوت ده بصل اهوت، بصلايه مبشوره مع 4 فصوص ثوم متوسطين مع عصره ليمونه. طبعا نبتدي نحط لهم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط لهم النهارده اهو كركم معانا، نص معلقه كركم اهي. نص معلقه خميره فوريه ممسوحه اهي. اي كيس، انا جايبه مثلا انجل اهو، اي كيس خميره فوريه. نحط تاني. احط لهم معلقه عسل اسمر اهو، معلقه صغيره عسل اسمر على قد حبه العلف اللي انا حطاه. وهنحط لهم كمان معلقه خل، معلقه صغيره كمان خل. طبعا احط حاجه تاني النهارده؟ لا، كفايه كده، هو كده كويس قوي عليهم. فانا هنلخبط الخلطه دي كده مع بعضها اهيت اهي. طبعا احنا الناس بقى اللي تقول لك انا هتني في العلف البادي، انا عندي شويه علف بادي لسه باقيين، عندي مثلا 4 كيلو ولا 5 كيلو باقيين، هوديهم فين؟ لا، ده ما ينفعش عينهم لدوره تانية. لان الفرخ لو جيت اكلتيه علف بادي وهو تامن من نص كيلو، هو اخره مثلا 650 جرام، حلو قوي كده عليه. اكتر من كده هيضر الكبد بتاع الفرخ، اكتر من كده العلف هيضر الكبد بتاع الفرخ اهو. طبعا لما نيجي نحط لهم خلطه البصل ديت، الخلطه دي بتبقى حاميه عليهم، ما ينفعش نحط لهم والجو حامي قوي او الجو حر، ما ينفعش. لا، احنا بنحط لهم في الطراوه، يا اما الصبح بدري يا اما اخر النهار. انا دلوقتي بحط لهم اخر النهار اهو، بحط لهم اخر النهار. انا كنت مجوعاهم ساعتين، ساعتين ونص كده، وبحط لهم اخر النهار في الطراوه. واهم حاجه اما اجي احط لهم الخلطه ان انا اهولهم المكان، لان هما بيبقوا حرانين من الخلطه، ده بصل وثوم وليمون وحاجات كتير. فطبعا الخلطه ديت بتخليهم هما بقى مش قادرين، عايزين ياخدوا نفسهم. فمينفعش تبقى مكتمه عليهم، ايوه مدفياهم بس في تهويه برضه، دي لازم بالذات، وخصوصا مع تحط لهم الخلطه. طيب دلوقتي هنروح نحط لهم الاكل ونرجع لبعض تاني اهو. بسم الله ما شاء الله، الفراخ هي ابتدت تجري على العلف، ابتدت تاكل فيه.
الفراخ بسم الله ما شاء الله عليهم كويسين اهمت وحلوين ووزنهم كويس بالنسبة اللي هما فيه، بالنسبة لعمرهم دوت. هما دلوقتي حوالي يعني 700 جرام، 700 ممكن 750 كمان. للأسف الميزان بتاعي فيه مشكلة بس أنا بصلحه، وإن شاء الله نبقى نتابع مع بعض على طول بالميزان. بس هما وزنهم أنا عارفة إن هو حوالي 700 750 جرام على اللي هما فيه ده، بيبان على الفرخ. هما كده بسم الله ما شاء الله بيسحبوا هما في العلف حلو. والكركم اللي احنا بنحط لهم بيقوي الكالسيوم عندهم بحيث ان هم يقدروا يقفوا على رجلهم، لان طبعا انتوا عارفين الفرخ معانا وزنه بيتقل، فطبعا هو بيبقى عمره صغير ووزنه بيبقى تقيل، فبالتالي رجليه ما تشيلش الاوزان دي في العمر ده. فبالتالي الحاجات اللي احنا بنحط لهم دي بتديهم بتسكر اللحمه بتاعتهم، بتخلي الفرخه ما فيهاش زهامه والحته حته لحمه حلوه. البصل بالذات بيخلي ريحه اللحمه حلوه وطعمها حلو. وان شاء الله تستفيدوا معانا وتستفيدوا من المعلومات. وان شاء الله النهارده على بالليل كده ان شاء الله هنحط لهم الخلطه اللي احنا كنا متفقين عليها، اللي هي بتاعه البرد ديت، اللي احنا حطيناها قبل كده، اللي هو غطية ألفن مع هنغلي ورقتين جوافة وناخد المشروب بتاعهم مع ليمون وتوم، هنفرمهم مع بعض في الخلاط وناخد العصير بتاعهم ونحطهم لهم في السقاية يشربوا منها طول الليل. اول بس 3 ايام ورا بعض، انا حطيت لهم امبارح والنهارده وبكره، وبعد كده هنرجع للحلبة تاني عشان ايه عضمهم يتفتح معانا ويبقوا حلوين. بس انا بحط لهم الخلطة دي وقاية، ممكن بعد ما اخلص لهم ال3 ايام دول افوت اسبوع كمان واحط لهم الخلطة دي تاني بتاعت البرد دي تاني. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب اكون افدتكم. معاكم فاتن يوسف من روتين المنزل المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.